أهلا وسهلا فيكم متابعيني. اليوم جبت لكم طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بالكاكاو والحليب، واليوم راح نسويها سوا ونشوف المقادير ونعملها إن شاء الله بتطلع معكم أحسن ما طلعت معي. ويلا نشوف المقادير مع بعضنا. بلزمنا 6 بيضات، طحين متعدد الاستخدامات، 3 أكواب طحين من نفس المعيار، وزيت نباتي نص كاسة، وحليب كوب، كاكاو معلقتين أو حسب الرغبة، بدكن يا تخففوا أو تقلوا، لبن معلقة، بيكنج باودر معلقة، فانيلا معلقة، بودرة الفانيلا معلقة، رشة ملح، ويلا نشوف المقادير ونسويها سوا. هلأ راح أنخل الطحين، 3 أكواب كاسات من الطحين، ننخلهم كويس مشان يصير تتباعد الذرات عن بعضهم. وراح أضيف المواد الناشفة، البيكي باودر والفانيلا والملح، وحركهم كويس مع بعضهم. هلا رح حركهم مع بعضهم، نخلط المكونات مع بعض. هلا رح اخفق البيض على المضرب الكهربائي على الخلاط. فيكن كمان تخفقوه خفق اليد او المخفقة الكهربائية، فانا بحب الخلاط بيعطي نتيجة اسرع واكوس لخلط البيض. هلا عم بخفق البيض على الخلاط لمدة دقيقة. هلا رح ضيف السكر، 3 أكواب سكر بنفس حجم الكاسة اللي زنت فيها الطحين. 3 أكواب سكر نفسهم، 3 أكواب طحين. فيكن تحطوا السكر كمان كوبين حسب ما انتو بدكن حلاوة الجاتو. أنا بحب يكون حلاوته ظاهرة. هلا بخليهم يخنفقوا لدقيقة. راح أضيف الحليب، وراح أضيف نص كوب من الزيت المازولا، وراح أضيف اللبن. هذا اللبن بيصير عوض المحسن للكيك، بيعطي نتيجة كتير كويسة. وشوية خل منشان زنقة البيض، خل التفاح طبعا، ونخليهم ينخلطوا لمدة 3 دقايق مع بعض. وبعدها بنشوف شلون صار قوام معنا، هيك بدنا اياه. وهلا رح ضيف الخليط للطحين وحرك شوي شوي. رح اخفق كويس شوي شوي لبعد الذرات الطحين، نفكفك الطحينات عن بعضهم ما يضل عندي اياه مزرزر. واذا في خلاطة كهربائية كمان بيصير، خفاقة. هلا رح استخدم الخفاقة الكهربائية، اسرع وافضل. شوفوا كيف ذرات الطحين تنمزج مع خليط البيض والهدوء الأمور. أعطت نتيجة أكوس طبعا.
هلا راح أقسم الخليط لقسمين، قسم بدي أحط له الكاكاو وقسم راح أتركه بالحليب، لأن هي الكيكة عنا إياها كيكة شوكولا بالحليب. نخفقهم كويس معه. وراح يكون عندي قالب كيكة دهنته بالزيت، بعدها رششته بالطحين، فيكن تدهنوا طحينة كمان بيصير. شوفوا كيف راح أوزع الخليط الكاكاو والخليط تبع الحليب، راح يمزجوا في بعضهم. شوفوا شنو عم بيطلع وبيصير. حطيت عقب قنينة مقصوصة وحطيت عليها مشان ينزلوا هيك متناسقين مثل بعضهم، نفس الرسمة يعني. وهلا راح احطه بالفرن على درجة الحرارة 150 او 140 لمدة ساعة ونص. بفضل تكون درجة الحرارة 140 بكون افضل. راح شوف النتيجة بعودة بنشوفها، اذا طلعت ناشفة بكون معنا نضج الكيكة. بنطفي عليها البوتاجاز وبنترك الباب شوي مفتوح منشان ما تعجن معنا العجينة، ونخليه بحرارة الفرن شوي شغلة 5 دقايق، وبعدها بنطلعه لبرا. وهي النتيجة النهائية للكيكة. رح أقلبها قدامكم تشوفوها. بسم الله وما شاء الله، يعني شي شغلة. والطعمة فوق ما تتصوروا قد ايه طلعت طيبة. وبتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وهلا راح نشوف النتيجة. الكيكة كمان من داخل الكيكة قديش هيك طرية وسفنجية وهشة. تبارك الرحمن، جدا جدا رائعة، والوصفة فوق ما تتصوروا. يعني كتير كتير يعني الوصفة كانت رائعة. بتمنى تجربوها وإن شاء الله بتطلع معكم أحسن ما طلعت معي. شوفوا كيف اسفنجية وقطنية وكتير كتير خفيفة. بتمنى تجربوها وتعطيون رأيكم فيها وتكتبولي بالتعليقات.